أن يأخذ غيرنا المبادرة في حل المعضلة السورية، ولست أدري إذا كانت هذه المحاولات وهذه السياسات والأطروحات القائمة سوف تكون فاعلة ولا تكون مجرد شغل للوقت وإسراع للانتباه بعيدا عن جوهر الموقف، وهو أن هناك ثورة في سوريا، ثورة تغيير ومتطلبات تغيير، ولا يمكن إعادة أي موقف في أي دولة عربية إلى نقطة الصفر من جديد خدمة لهذه المصلحة أو تلك. وأنا أعلم أن البرلمان العربي مهتم بهذا الموضوع مثل اهتمام كافة المؤسسات العربية، إنما الحقيقة لابد من دور عربي واضح، دور عربي مؤثر، دور عربي موضوعي فيما يتعلق بالوضع في سوريا. اللاعبون الأساسيون كلهم في هذا المجال ليسوا عربا، أو في هذه المرحلة على الأقل ليسوا عربا، إنما فيه القوى العظمى، فيه القوى الإقليمية ذات التأثير في الوقت الحالي، وحتى من الناحية الإنسانية والتطور الخاص بالناس لا أرى دورا فاعلا مؤثرا للمجتمع العربي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الحقيقة أنه الوطن العربي ليس أمامه إلا أن يفعل العمل العربي المشترك. فرقة العرب، تفرقهم أدى إلى إضعافهم وسوف يؤدي إلى المزيد من هذا الإضعاف، خصوصا في ضوء أن الآن الحديث، التدارس، البحث هو عن الشكل الجديد لهذه المنطقة. الشكل الجديد لهذه المنطقة لا يصح أبدا أن تكون كل مراكز البحث والجهات ذات التأثير في العالم تبحثها إلا نحن. يعني هل عندنا تصور العالم العربي بعد في خلال ال5 سنوات القادمة هيكون شكله إيه؟ لم نجلس لنتحدث في هذا. الشرق الأوسط الجديد، العالم العربي الجديد، الأمن الإقليمي، الوضع الاقتصادي، التعامل سويا، كل ده لم يحدث. ومن ثم لا يصح أن ننعى أننا يعني لسنا لاعبين ولا معتبرين في المصير السوري أو المصير الليبي، بل الأكثر من هذا خطورة المصير العربي العام. أنا في رأيي أتوقع أنه العالم العربي في ظرف 4-5 سنوات، ليس في المدى الطويل، المدى القصير القادم، سوف يعاد تشكيله بالرغم منه، وسنكون متفرجين وتأثيرنا سيكون ضعيفا على الأقل بالمقارنة بالحركة النشطة الإيرانية والحركة النشطة التركية والحركة النشطة أيضا الإسرائيلية، وإن كنت لا أضع إسرائيل مع الدولتين الأخرين في يعني بين قوسين ضيقين. هنا يأتي دور البرلمان العربي لمناقشة هذه الأمور، مناقشة مستقبل العالم العربي، مستقبل الوطن العربي. عندكم من الوقت ومن الشخصيات ومن الإمكانيات ما يمكن هذا الجمع من أن يتحدث في شيء مهم مفيد بالنسبة لمستقبل هذه المنطقة، وقد يكون منبع الاهتمام العربي من هنا. والدعوة مراكز البحث العربية والنخب العربية بل والمؤسسات العربية وأيضا الحكومات العربية من أو بواسطة البرلمان العربي لبدء مناقشة جدية للوضع المستقبلي، الشكل الذي يتحدث عنه الجميع، الشرق الأوسط الجديد والعالم العربي الجديد.